ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. النهارده هشرح معاكم تطبيق بيكسلر اديتور. التطبيق دوت لتحرير الصور وتحرير الفيديوهات. ممكن نعمل كمان من خلاله صور بالذكاء الاصطناعي. تطبيق مجاني 100% يعني خالص. في جزء برضو بيبقى بريميوم مش مجاني. التطبيق بنبدأ ان احنا نفتح مثلا اي صور من المعرض عندنا، ونبدأ ان احنا نعدل فيها، سواء عايزين نشيل الباك جراوند او نقصها او نغير بقى في الفلترز بتاعة الصورة. في برضو اللي هو اوبن، في برضو كرييت نيو، زي ما كنت بقول كده، في اللي هو اختيار اللي هو كرييت نيو فوتو. في كرييت برضو يعني الفوتو بتكون بالاي اي. دلوقتي برضو في لما بندوس على 3 شرايط دي بيطلع بقى مثلا بيكسلر اديتور، بيكسلر اكسبريس. بيظهر معانا اختيارات كتيرة بقى ممكن نستخدمها لتصميم بقى اي حاجة احنا عايزينها بالنسبة للصور او الفيديوهات او تعديل حتى الفيديوهات والصور. انا هنا كنت بسجل الدخول لان تسجيل الدخول اهم حاجة خالص لسهولة الاستخدام، وبرضو للخدمات اللي بتبقى موجودة على التطبيق عشان تبدأ كلها تتفتح معانا لما بنسجل الدخول. وهنا كده كان في ليميت اوفر اللي هو 30%، بتبقى على الحاجات البريميوم. فممكن برضو نستغل الفرصة دي، وكان مدينا كده تايمر عشان نبدأ نعرف لحد امتى هيبقى موجود الاوفر ده. طيب هنا تحت بيكون بقى في برودكتس، بيبقى عندنا مثلا بيكسلر اديتور زي ما قلنا، بيكسلر ديزاينر، باتش ديزاينر، وعندنا بقى ستارت مثلا 7 داي ترايلز، ده التجربة لو هستخدم حاجة بريميوم او حاجة مدفوعة، بتبقى 7 ايام فور فري بس. وهنبدأ دلوقتي نشوف ازاي نبدأ ندخل على مرحلة التصميم او التعديل. طيب دلوقتي عندنا اللي هو لو عايزة مثلا صورة هبدأ اعدلها، سوشيال، ويب، عايزة اطبع، عايزة اعمل فيديو، احدد برضو الطول والعرض بتاع الحاجة، وابدأ ان انا احدد الحاجة اللي هبدأ ان انا اعدل عليها. نبدأ دلوقتي نخش مرحلة بقى التصميم او التعديل على الصور. بيبقى مديني كده خلفية منقطة، او اللي هي بتبقى يعني خلفية الباك جراوند بتبقى عاملة كده يعني، عشان نبدأ دي البيز بتاعي اللي هبدأ اعدل بقى عليها او اضيف عليها صور وابدأ ان انا اعدلها. طيب دلوقتي بيكون في كده في الجزء اليمين في بقى لو مثلا لو عايزة بنسل او اقلام بقى بأحجام معينة، عايزة اعمل تكست، عايزة احدد الكولر بتاع الباك جراوند، عايزة احدد الويت واللينس. كل الحاجات دي بتبقى برضو بتتحدد من الجزء اليمين. ولو عايزة اكبر الصورة او اصغر الحاجات دي كلها طبعا بسيطة، يعني لو بدأت اقرا كده واجرب كل حاجة لوحدها هيبقى الموضوع سهل ان شاء الله. ده برضو السايز بتاع ال الالوان اللي هبدأ، او الاقلام اللي انا هكتب بيها او اللي انا الون بيها مثلا الباك جراوند. فالموضوع سهل خالص، بس هو محتاج ممارسة، ومحتاج بس حد يكون عنده خلفية عن ازاي اصمم
موضوع التصميم على موقع بيكسلر اديتور ده سهل جدا، لان هو مش بياخد وقت خالص، وكل كل حاجة متاحة في التطبيق يعني، سواء ادوات وكده، فمش هياخد وقت معانا. بس الفكرة ان انا ابقى داخل عارف انا هعمل ايه وهستفيد من الموقع ده ازاي. طيب دلوقتي زي ما وريتكم كده، يعني وريتكم حاجة سطحية عن الموقع، لكن بالنسبة لي انا كحبيبة زي ما قلت قبل كده في الفيديو اللي فات، انا مبعرفش ارسم والون والكلام ده كله، لا، بس فرجتكم كده على الشكل العام بتاع الويب سايت. طيب برضو في نفس الوقت انا زي ما قلت لكم كده، في الثلاث شروط بيكون في حاجة اسمها بيكسلر ديزاينر، وفي حاجة اسمها باتش اديتور. الباتش دي هي الملصقات، لو انا عايزه اعمل مثلا براند، مثلا عايزه اعمل ملصقات وانا عندي براند مثلا ميك اب او براند اي حاجه، وانا عندي عايزه اعمل ملصق معاه، هقدر اعرف اعمله ان هو عادي، مفيش اي مشكله خالص على بيكسلر ديزاينر. وانا شايفه برضو ان الخاصيه دي مميزه جدا، وهتنفع يعني جزء كبير جدا من الناس اللي بتبقى عندها براند وعايزه تعمل صور تسويقيه او عايزه تسوق عن المنتج بتاعها. بيكسلر اديتور او الموقع ده بيوفر باك جراوندز لكل البراندز برودكتس اللي ممكن تتخيلوها يعني، او بيعمل بوسترز، او ممكن يعمل كده زي البوسترز اللي ممكن ننشرها، بس نكون ظبطنا الديزاين والكالر اللي احنا عايزينه عشان يبدأ ان هو يبقى ده الواجهة الاساسية بتاعة البراند نيم. زي ما هنشوف برضو دلوقتي، لو انا عندي مثلا براند لميك اب او لبوتل معين، او لاي حاجه، وعايزه باك جراوند مثلا تبقى مناسبه مع البوتل دي، فزي دلوقتي ما تشوفوا دلوقتي انتوا شايفين في باك جراوند كده، في تحت زي زي حاجه اللي بنحط عليها البوتل او بنحط عليها الحاجه اللي هنبدا نقدمها، ففي كذا باك جراوند بكذا كولر بكذا ديزاين. الحاجات دي كلها هتفيدنا جدا لو احنا بنعمل عايزين نعمل دعاية او عايزين نعمل صورة تسويقية او صورة للبراند من الموقع ده. طبعا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، دي كده نماذج عن البرودكت اتعمل لها يعني تسويق، او اتعمل لها براند بوستر او براند بوست عن طريق الويب سايت ده بيكسلر اديتور. دلوقتي زي ما شايفين دي ازازة مية يعني دي ازازة مية براند فرنساوي.
لو انا عايزه اعمل صوره بالذكاء الاصطناعي بدخل على ال AI Imagine Generator وابدا ان انا اكتب بقى اللي هو ال descriptions بتاع ال prompt ويبدا يطلع لي 3 4 صور على حسب الكميه اللي انا محددها. فانتوا زي ما انتوا شايفين كده بنبدا نكتب، ولما نكتب بنبدأ نحدد برضو كم، يعني في فوق كده كلمة amount for. الاماونت فور ده ممكن نغيرها ل2 ل3 ل1 على حسب كمية الصور اللي تطلع معانا. طيب دلوقتي كل ما كمية الصور هنقللها كل ما يبقى عندنا فرص اكتر نعمل كذا ديزاينز، كذا صورة اكتر، او كذا يعني صورة مختلفة، او كذا descriptions ممكن نكتبه. صراحة طلع معايا 4 صور حلوين قوي. يعني كنت كاتبة girl in a garden، فيها الجاردن a lot of flower، يعني فيها ورد كتير. وبدأ يطلع معايا كده الصور دي شكلها لطيف قوي وكيوت، تحس ان هي حقيقية بجد يعني. فبجد الفيديو اتمنى يكون عجبكم، وكان فيديو لذيذ كده ولطيف وبسيط مفهوش كلام كتير. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله قريب، ومع السلامة.